وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، آخر شيء مر معنا كلام حول بيعتا العقبة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: والبيعة الأولى صح مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. البيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. تقدم معنا أن سبب البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج وفي أسواقهم في كل موسم للحج. وبينما هو في ذلك الموسم في العام 11 من بعثته عليه الصلاة والسلام، جاءه نفر من الخزرج، 6 نفر من الخزرج، فدعاهم إلى الإسلام، وهؤلاء أراد الله بهم خيرا، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فأجابوه فيما دعاهم إليه، ثم انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا، أي هؤلاء 6، فكانوا طلائع هذا النور. فبعد ذلك جاءوا في الموسم 12 من البعثة النبوية، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى في العام 12 من بعثته. والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، 12، عددهم كان 12 رجل من أهل طيبة، أي من أهل المدينة، كان ذلك في العام 12. ثم ذكر قال: وبعد 52 70 في الموسم هذا ثبت في العام الذي بعده، إذن سيكون في العام 13. هذا هو الصواب. وقول المؤلف بعد 2، الصواب بعد 53، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره كم؟ 40 سنة، بعث وعمره 40 سنة، فإذن كان في عمره في 13 من البعثة عمره 53 سنة، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 70. وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايعوا ثم هجر. وقفنا إلى هنا، من طيبة فبايعوا ثم هجر، أي هاجر عليه الصلاة والسلام مكة. ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، أي كانت هجرته من مكة إلى المدينة، كانت هجرته من مكة إلى المدينة يوم الاثنين. اختلف العلماء هل يوم الاثنين خرج من مكة أو خرج من الغار، وقيل أنه خرج يوم الخميس من مكة إلى الغار، ومكث في الغار 3 أيام، ومكث في الغار 3 ليال، 3 أيام 3 ليال، وخرج في ليلة في الاثنين، يوم الاثنين خرج النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الخميس خرج من مكة إلى الغار، وأقام فيه 3 ليال، وليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد،
وخرج في أثناء ليلة الاثنين. قال: من مكة يوم 2 من شهر صفر. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 28 من شهر صفر، في 28 من شهر صفر من مكة إلى الغار، وخرج يعني في من الغار في بداية شهر ربيع، قال: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. أي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في يوم الاثنين، قلنا خرج من مكة إلى الغار يوم الخميس، هذا على يعني ذكر خلاف ما ذكر العلماء، وخرج من الغار في يعني ليلة الاثنين من شهر يعني بداية شهر ربيع الأول. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قيل يعني كان يعني سفره هجرته لمدة 15 يوما، 3 أيام التي في الغار و12 يوما في الطريق، لأنه سلك طريق البحر، طريق بعيد لا يسلكه الناس، لأن قريش كانت تتبعه، كانوا يريدون قتله، فسلك طريقا بعيدا، وإلا الطريق يعني المختصر الذي يصل إلى المدينة ما بين 18 إلى 10 أيام، 8 إلى 10 أيام القوافل المحملة في الطريق المعبد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقا آخر، وطريق يعني قريب من البحر على الساحل، لأن قريش كانت تتبعه فهرب منهم عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء طيبة الرضا يقينا. جاء طيبة اسم من أسماء المدينة، طيبة ما تقدم معنا يعني في من جاء من يعني الأنصار في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. طيبة أي المدينة، جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال: الرضا وصف لطيبة لأن الله تبارك وتعالى اختارها وارتضاها مهاجرا وسكنا ومدفنا له صلى الله عليه وسلم، أي ارتضاها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليها وأن يسكن فيها وأن يدفن فيها، يموت فيها ويدفن فيها عليه الصلاة والسلام. إذ كمل 3 قال: فجاء طيبة الرضا يقينا، أي الهجرة متيقنة، أمر لا منازع فيه. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يمكن أن يقول لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، بل هاجر من مكة إلى مثلا الشام أو إلى اليمن، هذا لا يمكن لأحد. فكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أو لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ لم يقله أحد، فهذا يقينا أي ثابت لا منازع فيه. إذ كمل 53 أي كان عمره حين وصل إلى المدينة 53 سنة. تقدم معنا أنه يعني في السنة 13 من الهجرة، في موسم موسم 13 من البعثة، كان بيعة يعني العقبة الثانية. ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام،
في ذلك العام، وكان عمره 53 سنة. قال في يوم الاثنين ودام فيها، نعم، أي وصل إلى المدينة في يوم الاثنين، في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، لأنه تقدم معنا أن الهجرة كانت مدتها كم؟ 12 يوما بعد خروجه من الغار، ومكث 3 أيام في الغار، فتكون 15 يوما في يوم الاثنين. ودام فيها أي بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 63. فكان بقاؤه في مكة 13 سنة بعد البعثة. بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة، ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة، وكان يعني بقي في مكة 10 سنين كلها فقط يدعو إلى التوحيد، لم تفرض شيء من العبادات، لم تفرض في مكة يعني في هذه ال10 سنين شيء من العبادات، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد، لم يفرض شيء إلا بعد ال10 سنين فرضت الصلوات ال5. فهذا فيه دليل على عظيم التوحيد وبيان على أهمية التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قيام بالتوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأن يصدقوه في هذه الرسالة. فإذن 10 سنين يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، وليس فيها شيء من العبادات، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا غير ذلك. ثم بعد ال10 كما تقدم معنا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلوات ال5، وصلى في مكة 3 سنين، ثم بعد ذلك أمر بالهجرة. وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فرض الصلاة أيضا كان يدعو إلى التوحيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الدعوة إلى التوحيد في حياته، بل من بداية حياته من بداية بعثته 10 سنين يدعو إلى التوحيد، ثم بعد ذلك فرضت الصلوات وما زال يدعو إلى التوحيد، وفرضت بعد ذلك العبادات في مكة في المدينة كما سيأتي معنا، الزكاة والحج والجهاد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يدعو إلى التوحيد حتى يعني في آخر حياته وفي سكرات موته، وهو ينهى عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال 10 سنين كملا نحكيها، أي كاملة، 10 سنين كاملة. دخل في ربيع الأول ومات في ربيع الأول. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول، يعني 12 من ربيع الأول، ومات أيضا في 12 من ربيع الأول. مات صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول وعمره 63 سنة. قال كملا نحكيها، أي كاملة نحكيها، أي سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ماذا حصل أو بعض ما حصل في هذه ال10 السنين، نحكيها أي نعلمها ونذكر ما حصل فيها للنبي صلى الله عليه وسلم من يعني فرض العبادات، وكذلك الغزوات، وكذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في المدينة. ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه ال10 السنين في المدينة سوف يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات وفي هذه الأرجوزة. قال رحمه الله
أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. أكمل في الأولى أي في السنة الأولى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة استمر يصلي الفروض الخمس، يعني كما يعني تقدم معنا ركعتين في السنة يعني الأولى كما فرضت يعني في مكة. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام صلاة الحضر وقرت صلاة السفر كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الصلاة ركعتين ثم لما يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرض يعني أتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فصلى يعني في المدينة جعلت الصلاة رباعية: الظهر والعصر والعشاء، إلا المغرب فإنه وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يعني أنها يعني الصلاة أتمت وجعلت رباعية إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح يعني الصبح جعلت ركعتين لأنها تطول فيها القراءة، والمغرب جعلت ثلاث لأنها وتر النهار أي في آخر النهار، فجعلت ثلاث كي تكون وترا. تقدم معنا مسألة الصلاة ركعتين في مكة، هل كانت يعني كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني البعثة يصلي ركعتين، متى كان يصليهما؟ تقدم معنا ذلك. قال: أكمل في الأولى أي في السنة الأولى أتمت الصلاة في السنة الأولى صلاة الحضر أي الحاضر، أما السفر فبقيت على ما هي صلاة ركعتين المسافر يصلي ركعتين من بعد ما جمع فاسمع خبري، أي زيادة الصلاة بعد إقامة الجمعة، بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الجمعة. وأين صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة الجمعة؟ صلاها في بني سالم ابن عوف، صلى فيهم الجمعة، وهي أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وفي المدينة أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، أول صلاة جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بني سالم ابن عوف، فهذه أول جمعة، وفرضت الجمعة في المدينة، فرضت صلاة الجمعة في المدينة ولم تفرض في مكة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في مكة لأنه كان مستضعف وكان يخاف من قريش. فلما وصل المدينة وأمن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك صلى الجمعة. فبعد أن صلى الجمعة جاءه الأمر بإتمام صلاة الحضر، أن يصلي يعني كما تقدم معنا الظهر 4 والعصر 4 والعشاء، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. إذن فرضت صلاة الجمعة في أول سنة من الهجرة النبوية، وأيضا أتمت صلاة الحضر في أول سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.